صلي على محمد وآل محمد. رمضان كريم عليكم عائلتي الجميلة، عائلتي الكريمة اللي هي متكونة من متابعيني الكرام. اليوم جبت لكم طريقة كلش جميلة للتمر لرمضان، وهي انه جبت التمر فلسته، وبعد ما فلسته خليت عليه دهن حار بدون ما اخليه على النار، لان اذا خلينا على النار راح ييبس التمر من تكمل يعني، او يبقى يوم او شيء راح ييبس التمر. هنا أنا بعد ما فلسته وخليت الدهن الحر وعجنته وياه، خليت بايركس وخليت بيه كيس حتى تسهل رفعته لما يكمل، وفرشت التمر عليه بهاي الطريقة اللي جاي تشوفونها بالفيديو. طبقة أولى خليت مبروش كاس، هو هذا التمر كيلو، والمبروش كاس كبير يعني كاسة كبيرة، وخليت عليه حليب محلى ومزجته وياه، وبعدين خليته طبقة ثانية فوق التمر. بعد ما كمل وخليته طبقة ثانية فوق التمر وساويته، بديت أساوي بالمبروش، ولازم كل الجهات تصير بيه هيك مثل هذه الطريقة. وبعدين بديت أخلي التمر الطبقة الثانية عليه، أفتح شوية شوية وأخلي. هنا بعد ما كمل تحبون شنو تزينونه؟ فستق، جوز، لوز، فول سوداني، باللي انتو عندكم واللي يعجبكم. وبعدين تغلفونه بالكيس النايلون وتخلونه بالثلاجة ليلة كاملة، ساعة ساعتين بكيفكم. أنا قبل ليلة سويته يعني للفطور ثاني يوم، هذا الحكي بالليل أنا سويته، فسويته لثاني يوم خليته بالثلاجة وحكمت إغلاقه يعني حتى الرطوبة ما تصير بيه. وبعدين فتحته هنا ثاني يوم، جبته ويا الفطور وقسمته إلى مربعات صغيرة، كل مربع بلوزة مخليتها حتى تصير مثل البسبوسة. هنا بعد ما كملته وقطعته قطع صغار، خليته بالتمرية، وعلينا وعليكم بألف عافية، ويا ريت تجربونه لأن التمر كلش طيب، من جد كلش طيب. والطبقات شوف شلون طبقات حلوة. يا ريت ما تنسون الاشتراك بالقناة وتفعلون زر الجرس، العفو ظليت أسحق، وإعجاب حلو من إيديكم الحلوة، ويا ريت تعليق وياكم طريق. ومع السلامة.